السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي مطبخ نبأ. كنتمنى من الله هذا الفيديو يلقاكم في صحة جيدة وانتم كتشاهدوه ان شاء الله. اليوم كما شفتوا معايا بداية الفيديو جبت لكم طريقة تحضير طرطة او طرطة بلا كريم اللي كتجي صدقوني اكثر من رائعة. بالنسبة للمبتدئين اللي اول مرة غادي يجربوا شي طرطة هادي جربوها بعينيهم مغمضة، كتجي صدقوني مزيونة بزاف وسهلة وبلا كثرة التعقيدات. وكنتمنى الى عجبكم هذا الفيديو هذا ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، ولا كنتي اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلكم ان شاء الله دائما جديد الوصفات. بلا ما نطول عليكم وندوزوا للمقادير وطريقه التحضير بالصلاه على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. كما كتشوفوا معايا عندي المكونات هنايا ساهلين وبساطين بزاف. بالنسبه للجينواز عندي 4 بيضات بحراره المطبخ يكونوا بحجم كبير، وعندي كأس سكر سنيدة وكأس ونصف من الدقيق، وعندي هنايا المذاق ديال الحامض، يمكن لكم تعدلوا مبشور حامضه او واحد الفاني. غادي نعدلوه في واحد المول. هادوك البيضات ديالنا غادي نهرسوهم وغادي نضيفوا عليهم كأس ديال سكر سنيدة بما يعادل 7 المعالق كبار ديال سكر سنيدة، وغادي نعدلو هذيك النكهه ديال الحامض اللي عندي، وعادي نضربو بالضرب الكهربائي ديالنا لمده 5 أو 6 دقائق حتى كتشوفوا البيضات ديالنا بداو كيتشكلوا لنا ملي كنهزوا المنقار ديال الخلاط ديالنا كما غادي تشوفوا معايا في الصوره. من بعد ما كتهزوا وكتشكلوا به اي رقم كيبقى لكم باين من فوق ما كيهوتش بسهوله. من بعد غادي نضيفوا هذاك الكأس ونصف من الدقيق بالتدريج، كتبقاو تخلطوا من الاسفل الى الاعلى غير بشويه. كيبان لكم انا عندي مزرب وصافي باش ما يجيكمش الفيديو طويل. نتوما كتخلطوا غير بشويه عليكم حتى كيتجانس هذاك الدقيق مع الخليط ديالكم باش ما كيهود لكمش هذاك الخليط ديال البيضات ديالكم، كيبقى بنفس القوام اللي بديتو به. كتدخلوا هذاك الدقيق غير بشويه. من بعد كنضيفوا واحد الشاصيه ديال الخميره ديال 8 غرام او 7 غرام على حسب اللي كتوفروا عليها نتوما. ضروري الدقيق ملي تكونوا كتضيفوه واخا يكون عندكم مغربل من قبل عاودوا غربلوه ضروري. كنبغي نشارك معكم جميع النصائح باش ننجح معكم الجينواز ديالكم. من بعد ما ساليت التخليط ديال الدقيق ديالي في العجين ديالي غادي نجيب المول ديالي. هذا المول اللي عملت انا عندي فيه 20 ديال السنتيم، وانتم يمكن لكم تستعملوا المول ديال 22 ماشي مشكل، وعلى حسب الجينواز ديالكم كيفاش بغيتوها تجي واش عاليه ولا حانيه شويه. ملي تكونوا كتكبوا الجينواز كبوها غير بشويه. وبالنسبه للفران يكون عندكم ضروري سخون من قبل على نار اللي هي مهيله، ما تكونش نار جهيده بزاف. من بعد ما تشعلوا الفران غادي تشعلوه غير من التحت ويكون عافيه اللي تكون مهيله طيبوها عليه. واذا كان عندكم فرن كهربائي غادي تشعلوا الفران من التحت ومن الفوق نار اللي تكون مهيله، وغادي تخليوه لمده 10 حتى 11 دقيقه. وبالنسبه للفرن غازي كيبقى لكم على حسب الفرن، كل واحد كيفاش عنده الفرن ديالو. ضروري الجينواز ديالكم ضربوها شويه غير شويه ماشي بزاف. ومن بعد ما طابت لي الجينواز ديالي كما كتشوفوا الجينواز كتجي على هذا الشكل هذا، ما تحمروهاش بزاف غير شويه كما كتشوفوا. ها العلو ديالها كتجي هشيشه بزاف ورطبه، ضروري خليوها حتى تبرد مزيان. هذيك حيدوها من هذاك الكاغيط ديالها من هذاك المول، وضروري المول يكون عندكم من قبل هذاك الكاغيط ديالكم يكون مدهون بالزبده. ضروري نسيت ما قلتها لكم شيء في الاول، ضروري يكون مدهون من قبل. وصافي دابا غادي نخليها تبرد معايا في الثلاجه شويه. وعندي هنايا 300 مليلتر ديال الكريمه السائله، يمكن لكم تستعملوا اي نوعيه ديال الكريمه السائله. غادي نطربوها حتى كتطلع معانا. انا هاد الكميه هادي غادي نقسمها على جوج، النص غادي ندير له الكاكاو والنص غادي نخليه هكا في الشكل ديالو ابيض.
غادي ندخلها للنبيره واحد 5 دقائق غير ملتاحت ماشي في المجمد، على بال نقطع الجينواز ديالي وغادي نجبدها نخدم بها. كما كتشوفوا الجينواز ديالي ما بردتش معايا بزاف، بردت غير شويه، مازال سخونه من الداخل. من الاحسن خليو الجينواز ديالكم تبرد مزيان على خاطره، غطيوها بشي فويطه وخليوها تبرد على خاطره. وملي تكونوا عاد تقطعوها باش يجيو لكم قطع متساويه، عبروهم بشي مسطره وحددوهم وعادك بقاو تقطعوا. كما هذه الجينواز ديالي قسمتها على 3 كتجي قد بعضياتها. انا استعملت نفس هذاك المول اللي طيبت فيه، حيت عندي هذا المول هذا ما كيتوفرش على ديك القاع ديالو، كنت عامله فيه غير بابي الومنيوم سلوفان. دابا غادي نسقي الجينواز ديالي كما شفتوا بشويه د الحليب، اولا سقيوها غير بالماء والسكر على حسب نتوما اللي بغيتو. وغادي ندير في الحاشيه هذيك الكريمه ديال البيضه، وفي الوسط غادي نعمل هذيك اللي قلت لكم زيت الكاكاو. وغادي نضيف فوق منا واحد شويه د اللوز. يمكن لكم تعدلوا الفواكه، يمكن لكم تعدلوا اللي كيتوفر عندكم في الدار ديالكم، يمكن لكم تستعملوا موز اولا كيوي اللي كان عندكم. المهم اي فاكهه عفوا كانت عندكم يمكن لكم تستعملوها. انا ضفت واحد شويه د اللوز في الطبقه الاولى، والطبقه الثانيه بنفس الطريقه. يمكن لكم تستعملوا الشوكولات، يمكن لكم تستعملوا كوفيتير اللي كان عندكم يمكن لكم تستعملوه. بالنسبه للجينوازه ديالي غادي نقلبها وغادي نسقيها من الداخل، ما تسقيوهاش من برا، باش ملي تجيو تضيفوا عليها الكريمه ديالكم ما تبقاش تقلع معاكم. غادي ندخلها، واخا تجيكم شويه مزيره ماشي مشكل، من الاحسن تكون هكا كما كتشوفوها. ملي كتدخلوها المجمد وكتجمد شويه كترجع عاديه. انا دخلتها المجمد واحد 1.5 ساعة هيداك صافي. الا كان عندكم الوقت يمكن لكم تخليوها مده اطول، من الاحسن كيتشكل لكم الشكل ديالها ملي كتكونوا مونطيوها احسن. انايا بالنسبه باش غنمونطيها الكريمه اللي استعملت كريم شونتي، ما استعملتش هذيك الكريمه السائله حيت ما تبقاتليش. كانت عندي غير واحد الكميه اللي هي قليله كما قلت لكم، واحد 300 مليلتر اللي كانت عندي، نصف لتر ماشي كامل صافي. وكنعدلوا الكريمه ديالنا من الجوانب. هما الاول عادك كنعدلوا في الوجه، ملي تكونوا كدليسيوها من الجوانب هذاك الشياطه اللي كتكونوا كتحيدوا عدلوها من الفوقي، وانتوما كتريسيوها غير بشويه. كنكملوا عليها غير بشويه وعطيوها شويه الخضر باش كتجيكم في المنظر مزيون، وكتجي لكم مليسيه مزيان ومونطيه مزيان. كيجوش فيها هذيك الكريمه واحد جهه طالعه واحد جهه هواده. وحاولوا غير بشويه. يمكن لكم تستعملوا في الوجه ديالها هذيك الكاغيط اللي كنت وريتكم مره اخرى ديال الطبخ اللي كندخلوا الفران. غادي نعملوا فيه واحد القشويه ديال الماء، ومن بعد غادي تعدلوه في الوجه ديالها وغادي تجبدوا غير بشويه، وبعد غادي تشوفوا الوجه ديالها انه تليسا مزيان. هذه الطريقه هذه راه عمليه بزاف، وكما كتشوفوا معايا هي بدات كتليسا يعني مزيان. كان اضاءه شويه ضاربه بالزايف ما كيبانش مزيان، هذيك الشيء علاش كنحاول نقربها معاكم. ومن بعد ما دخلتها الثلاجه شويه باش تبرد مزيان عاديك غادي نكملوا عليها بالمونتاج. غادي نديرو شويه الشوكولات كحال، ولا يمكن لكم تستعملوا اي نوعيه شوكولاته بالحليب، ولا يمكن لكم تستعملوا اي نوعيه. وعدلتها مع الجوانب وكيهودوا هذوك الخطوطه اللي كيجيو مزيونين. وكيبقى لكم الاختيار في التزيين ديال الكيك ديالكم. الكل سيده تبارك الله عليكم، بدعوا فيها كيف ما بغيتوا. وهذيك الكريمه اللي كانت تبقات لي هي اللي زينت بها من الوجه، عمرتها في البوش وكملت بها.
ودابا غادي تشوفوا معايا الشكل النهائي ديال الطورطه ديالي اللي كيجي مزيون. زدت لها هاد شويه ديال اوريو، يمكن لكم تعملوا اي بسكوي باش ملي تكونوا كتقطعوا عليه كيجيوكم مرصوات معوضين. وكما قلت لكم التزيين كيبقى اختياري، نتوما بدعوا فيه كيما بغيتو. صدقوني كتجي في الشكل رائعه، وحتى في المذاق ديالها كتجي الجينواز رطيبه بزاف وهشيشه. كنتمنى تجربوها، تردوا عليا في لي كومونتير كيف جاتكم. ودابا نتوما عارفين لي طرط عليهم طلبيه بزاف مع حلول الاخر ديال الشهر 12 مع راس السنه كيكون عليهم طلب. ولما لا ما تعدلوهمش لوليداتكم في البيوت ديالكم، كتكونوا تعرفينها باش معدله وباش مصايبه وعارفين شنو كتوكلوا وليداتكم. كنتمنى تجربوها وتعجبكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.